بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. قبل كده اتكلمنا عن القديس العظيم مثلث الرحمات الأنبا مينا مطران جرجع، وقلنا ان احنا كنا هنتكلم عنه بعد كده في فيديوهات تانية كتير ونعرف علاقته وصداقته بالقديسين كتيرة جدا جدا. لكن هنتعرف النهاردة ان الأنبا مينا كان من السواح، وهنعرف المعجزة دي اللي حصلت دي النهاردة. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، يا ريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة بتقول ايه. معجزة النهاردة بتحكيها دكتورة صيدلانية اسمها منال لمعي، ودي من خدام الكنيسة في إبراشية جرجع. بتقول من ساعة ما عرفت سيدنا الأنبا مينا واتغيرت نظرتها للحياة خالص، وقربت من رب يسوع وعرفت ربنا أكتر واتمسكت بيه أكتر وأكتر. وبتقول قبل نياحة سيدنا بشهور كتير، يعني ممكن توصل لسنة كاملة، لاحظت ان في حاجة غريبة بتحصل عند البيت بتاعهم وفي الحواري او حوالين البيت بتاعهم. يعني لاحظت وجود حمامة بيضة كبيرة جدا بتطير في الهواء حوالين البيت بتاعهم وجنب الشباك بتاع البيت بتاعهم يعني. وبتوصف الحمامة دي، بتقول ان هي كانت حمامة كبيرة جدا جدا، حجمها كبير جدا وبيضة ناصعة البياض، ووشها مدور كده زي وش الإنسان بالظبط. وكانت بتطير حوالين الشباك بتاعهم، وهي كانت بتشوفها وتبقى مبسوطة جدا جدا وفرحانة جدا. هي مش عارفة الحمامة دي ممكن تكون مين، بس لان هي يعني متأكدة ان هي حد من القديسين، لان هي كانت بتلف وتطير بالليل. والمعروف ان الحمام ما بيطيرش بالليل خالص، مفيش حمام بيقدر ان هو يطير بالليل وفي اوقات مختلفة جدا. لكن كانت الحمامة دي بتظهر كل يوم، وهي كانت بتشوفها كل يوم وبتستناها، وكانت بتبقى فرحانة جدا جدا ومستغربة لما بتشوف الحمامة دي. وفي يوم كانت بتزور الدكتورة دي، كانت بتزور سيدنا الأنبا مينا في دير الملاك، وقعدت تحكي لسيدنا عن الحمامة ديت وتعرف ايه هي، عشان كانت عارفة متأكدة ان الحمام مش بيطير بالليل. فقالت لسيدنا: يا سيدنا، يعني تفتكر تكون مين الحمامة دي؟ فرد عليها وسيدنا وقال لها ان ده البابا كرولوس، واكد لها على ان هو البابا كرولوس السادس، وقال لها ما تقوليش لحد علنا ان هو يعني عرفها ان ده بيكون البابا كرولوس السادس. فهي بتقول ان هي قطعت كلام سيدنا يعني، وفرحت جدا جدا بالحب الالهي ده اللي هي ما تستحقوش، وما قالتش لحد. لكن هي لاحظت وجود ارتباط شديد جدا بين الحمامة دي وظهورها وسيدنا الأنبا مينا. فكانت الحمامة في مساء اليوم اللي قبل زيارتها لدير الملاك وقابلت سيدنا، يعني لما كان سيدنا موجود هناك، كانت بتيجي وتقف في الجو جنب الشباك وترفرف بجناحتها وتطير، بتلف حركة دائرية كده حوالين البيت بتاعهم. وكانت لما سيدنا بيسافر للقاهرة كانت الحمامة بتغيب أيام كتير جدا وبعد كده تيجي. فحست الدكتورة من داخلها يعني ان الحمامة دي هي سيدنا الأنبا مينا، لان هي كانت عارفة ومتأكدة ان سيدنا الأنبا مينا من السواح. وفي آخر شهرين قبل نياحة سيدنا الأنبا مينا كانت الحمامة ديت يعني طيرانها غريب جدا. فكانت بتيجي بالليل وتقف على سطح العمارة المقابل ليهم وتبص ليهم لفترة طويلة، لفترة قصيرة كده بتزيد عن 5 دقايق، وبعدين تختفي فجأة. وفي أحد المرات بتقول إن هي لقت الحمامة دي وبعدين اتحولت لقطرات مية. وفي الأسبوع قبل الأخير لنياحة سيدنا الأنبا مينا شافت الحمامة دي، هي الدكتورة دي شافت الحمامة وكان معاها حماتها وزوجة أخو زوجها وولادهم يعني. وكانت الحمامة دي واقفة على سطح العمارة المقابل ليهم، وكانوا فرحانين بيها جدا جدا، وكانوا بيستنوها معاها كل يوم علشان يشوفوها. وكانوا بيشوفوها كل يوم تقريبا في نفس الوقت اللي كانوا بيشوفوها فيه، وكانوا بيستنوها كل يوم.
وبتقول في مرة كان بيزوروا أحد الآباء الكهنة في جرجة، وكان قاعد معاهم، لكن كان أبونا ده مدي ظهره للشباك. وأول ما شافوا الحمامة هما كانوا بيتحركوا بانبهار قدامها. هما كانوا بيتحركوا بمنظر عجيب قدام أبونا يعني. ولما أبونا سألهم عن سبب ان هما متشتتين ومش مركزين معاه، قالوا له على موضوع الحمامة ده. فرد أبونا وقال لهم ده كذا بيت في جرجة، خاصة في منطقة كنيسة الملاك والمطرانية، بلغوه قالوا له عن الحمامة دي. يعني كذا حد أو كذا بيت كان بيشوف الحمامة دي وبلغ أبونا بالموضوع ده. وبتقول ان بعد ما سافر سيدنا اخر مرة للقاهرة اختفت الحمامة، يعني ما جاتش غير يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2003 ليلة نياحة سيدنا. وقعدت الحمامة دي تطير في حركة دائرية حوالين البيت بتاعهم وحوالين الشباك وكأنها بتودعهم. وفي صباح يوم الجمعة 7 نوفمبر 2003 اتنيح سيدنا. فالناس حزنت جدا جدا، والدكتورة حزنت جدا، وقالت في نفسها ان هي مش هتشوف سيدنا تاني ولا الحمامة دي هتظهر لهم بعد كده. لكن في اليوم الثالث لنياحة سيدنا الأنبا مينا كانت الدكتورة دي جابت شريط اشتريته يعني، ده كان متسجل عليه النياحة بتاعة الجنازة والنياحة بتاعة سيدنا أنبا مينا مطران جرجة، وجابته وقعدوا اتفقوا ان هي والعيلة كلها يقعدوا يتفرجوا على الشريط ده ويسمعوا. وكانوا هما فترة ما بيسمعوا الشريط كانوا بيبكوا جدا وحزنانين جدا جدا على فراق سيدنا، وان هما مش هيشوفوا سيدنا تاني ولا يقعدوا يتكلموا معاه ويتعزوا بكلامه الحلو. لكن حصلت حاجة غريبة جدا جدا وهم قاعدين بيتفرجوا على الفيديو. لقوا الحمامة دي جاية وبتطير حوالين الشباك بتاعهم، ولفتت انتباههم جامد جدا ان هي قربت من الشباك عشان تلفت انتباههم ويشوفوها. قعدت تطير قريب من الشباك وكلهم اخدوا بالهم منها وقاموا يبصوا عليها، لقوها ان هي بعد ما طارت حوالين الشباك راحت وقفت زي العادة ما بتقف كل مرة على سطح العمارة المقابل ليهم، ووقفت فترة طويلة تبص ليهم كأنها بتعزيهم، أو كأن سيدنا يعني ظاهر ليهم آخر مرة كده وبيعزيهم وبيطلب منهم إن هم ما يحزنوش لفراقه أو يزعلوا. ودي يعتبر كانت آخر مرة تظهر فيها الحمامة دي ويشوفوها بعد كده. هي ما كانوا متأكدين وكان عندهم يعني يقين ان الحمامة دي مش هيشوفوها تاني بعد نياحة سيدنا، لكن سيدنا حب يعزيهم وظهرت الحمامة ليهم دي آخر مرة تعزيهم، وبعد كده ما ظهرتش تاني خالص. بركة سيدنا الأنبا مينا وشفاعته تكون معانا آمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلاتكم. سلام.